بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلب خلطبيطة لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة حبيت ان انا اشوي معاكم لان العيد بيحب الشوي، فهنشوي شوية فراخ كده هوت مع شوية لحمة وشوية لحمة ضاني، ان شاء الله تستاهل بقكم. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملناهم ازاي. انا معايا حوالي بصليتين قطعتهم كده مربعات، وطماطمايه واحده كبيره قطعتها وحطيت عليهم شويه ملح وفلفل وشويه سكر وتوم باودر وبصل باودر ورشه من بهارات الفراخ. ضربتهم كلهم في الخلاط مع حوالي ربع كوبايه من الخل. الضرب التوابل والحاجات دهيت الطماطم والبصله في الخلاط بينعم لي الطماطم والبصله جدا، بيخليها ناعمه قوي، مش زي الكبه لما بتطحنيه فيها بيبقى ايه لسه فيه بواقي بصل، انما الخلاط بيفرمه خالص، بينعمه قوي قوي، فانا عايزاه ناعم بالطريقه دهيت. تمام كده، شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو قوي. هنبتدي بقى نضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم حوالي معلقتين كبار من صوص الباربيكيو. الباربيكيو ده اصلا اساس الشوي، سواء بقى كان فراخ لحمه اي حاجه، هو اساس الشوي. تمام. فهبتدي بقى ان انا ايه افضي كده حوالي معلقتين منه، بيدي طعم حلو جدا في التتبيله بتاعه الشوي، طعم روعه جدا يعني، هتدوقوا حاجه كده حلوه جدا. وهنبتدي نضيف له حوالي معلقه من العسل الابيض، معلقه كبيره كده من العسل الابيض. الصوص الباربيكيو مع العسل دول يعتبروا اساس الشوي. لازم لما تشوي تحطي صوص باربيكيو وعسل ابيض، الاتنين دول بيدوا طعم روعه جدا للاكل. تمام. وكمان الطماطم مع الخل ده كده بيساعد الفراخ او اللحمه ان هي تبقى طريه وتبقى حلوه جدا في الاكل وانتوا بتاكلوها. الخلطه الحلوه بتاعتي بقى دي هقسمها ما بين الفراخ وما بين اللحمه. تمام. انا كنت متبله عندي الفراخ واللحمه، بس حبيت ان انا اوريكم الخلطه اللي انا تبلت بيها الفراخ واللحمه ازاي، عشان تعملوها ان شاء الله وتدوقوا احلى فراخ مشويه واحلى لحمه مشويه. تمام. انا كده خلاص قلبتهم هم مع بعضيهم وكل المكونات اتجنست مع بعضهم. تمام. هنا هوت بقى ايه، خدت شويه كده من الخلطه بتاعتي دهيت في الصفايه، وببتدي ادوس على الخلطه بتاعتي الحلوه دهيت بالسباتيولا او بمعلقه اي حاجه. هنزل اعصر البصل بتاعي دهوت كويس قوي. هتلاقوا كميه ميه نزلت كتيره جدا من الخلطه بتاعتي الحلوه دي. تمام. ليه؟ لان الخلاط نعم لي المكونات دي جدا، خلاها ناعمه قوي قوي قوي. شايفين كميه ميه كتيره جدا نزلت منها، افضل من الكبه. تمام. طيب الميه بقى دي هعمل بيها ايه؟ الميه دي اللي هنقع فيها اللحمه دهيت، باخدها وببتدي ان انا انقعها في الميه بتاعه الخلطه الحلوه دهيت، واسيبها بقى ليله ليلتين براحتك زي ما انت ما عايزه. كل ما تقعديها في التتبيله كل ما هتبقى حلوه معاكي. الفراخ بقى بتاعتي باخد التتبيله بقى اللي هي فيها البصل نفسه، وبقى اتبل بيها الفراخ واللحمه. بقسم الوركه على 2، الصدر على 3، وببتدي اعمل شقوق كده هوت في الوراك عشان كلها تستوي والفراخ، واسيبها بقى منقوعه ليله ليلتين، مفيش اي مشكله. حلو قوي. هنا اهوت بقى انا فتحت الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره فيه، وحطيت ورقه من الفويل وعملتها زي الصينيه من الجوانب بتاعتها، عشان لما الفراخ واللحمه تنزل الصوص بتاعها ما تقعش على الفرن وتبوظهولي وتحرقهولي وتعمل دخنه جامده. تمام. والسياخ بتاعت الشيش طاووق دهيت انا نقعاها في ميه عشان ما تتحرقش معايا في الفرن وتبقى حلوه، وتبقى بتساعد معايا كمان اللحمه ان هي تمشي معاها كده كويس، مش عايزاها تتحرق في الفرن انا وتبقى شكلها مش حلو. تمام كده. طب انا ليه ما شويتش النهارده على الفحم؟ ما شويتش على الفحم لان في ناس ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب عندهم حساسيه على صدرهم، فبيتعبوا من الدخان بتاع الفحم. فاحنا النهارده هنشوي في الفرن بتاع البوتاجاز بكل سهوله، بيطلع ريحه بس مش زي بتاعه الفحم. تمام. بتبقى ريحه حلوه مقبوله، مش هتتعب الصدر باذن الله. تمام. وهتديكي طعم المشوي على الفحم بالظبط. تمام. شايفين بتتحط بكل سهوله ازاي؟ تمام كده. دي لحمه كندوز عاديه. وهنعمل بقى شويه كده هوت لحمه ضاني نشويهم شويه كده وشويه كده مع شويه فراخ، حاجه كده سهله جدا تستاهل بقكم بجد. احلى فراخ مشويه واحلى لحمه مشويه ان شاء الله هتاكلوها في الفرن بطريقه سهله جدا. وهنعمل تريكايه كده هتخليكي تحسي ان انت اصلا شوياها على الفحم مش في البوتاجاز خالص. شايفين بتتعمل بكل سهوله ازاي؟
ما فيهاش اي مشكله. اللي انتوا بتحسوها ان هي داخله بصعوبه دهيت، ساعات بتبقى مثلا ايه حته الجلده بتاعتها، اللحمه فيها حته جلده مش بتقدر تدخل معايا بكل سهوله. انما لما بظبطها على اتجاه اللحم بتبقى تمام جدا وبتدخل بكل سهوله. تمام، حلو قوي. دي كده كل اللحمه الكندوز خلصت، ومجهزه جنبيها بقى ايه شويه لحمه ضاني برضو في السياخ بنفس الطريقه. تمام قوي، شايفين حلوه ازاي؟ تحفه جدا. ان شاء الله هتجربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا، مش هتشووا باي طريقه تانية خالص غير الطريقه دي. بصوا عشان دي حته جلد عملت ازاي، بترخم في ان هي تدخل في السيخ. دول اللحمه الضاني برضو جهزتهم كده اهوت بكل سهوله يعني. هنا اهوت بقى في الفرن. بصوا بقى جهزت ورقه الفويل اهي تحت، ورصصت الفراخ على جنب واللحمه على جنب. وبعد حوالي مرور نص ساعه هنبتدي بقى ان احنا ايه نقلبها على الناحيه التانية. شايفين الشكل تحفه ازاي؟ تحفه جدا يا جماعه والله العظيم بجد. نقلب بقى على الناحيه التانية ونبتدي بقى ايه نخليها تقعد حوالي نص ساعه تاني لساعه الا ربع، تكون اتعملت معايا وبقت تحفه جدا. بصوا هنقلب هنا اهوت حته لحمه سيخ. شايفين الجمال؟ حلو قوي وسهله، ولا لازقه ولا اي حاجه خالص. ورقه الفويل تحت حميالي الفرن بتاعي من اي دهون هتنزل عليه وتبوظهولي. شايفين الجمال؟ كل نص ساعه كده اهوت اقلب فيها عشان تبقى معايا تحفه. هنا اهوت بقى قلت اعمل معاكم شويه سلطه خضراء. بقطع البصله بتاعتي شرايح زي ما انتم شايفين كده او جوانح، شرايح رفيعه. تمام. بحط بقى عليها ايه عشان نكسر اللي هو الحرقان بتاعه. بعصر عليها ليمونية وبحط عليها الليمون طبعا بيقضي على الحرقان بتاع البصلة. تمام. ده كده كان بذرية وقعوا فيها. هحط عليها بقى حوالي معلقة صغيرة او معلقة الا ربع، نص معلقة زي ما تحبي من السكر بيديها طعم حلو جدا وبيقضي على الحرقان بتاعه. وهضيف حوالي معلقة من الخل عشان يقضي لي على الريحه بتاعته على طول، واسيبه منقوع شويه عبال ما اخلص تقطيع السلطه بتاعتي. السلطه بتاعتي بقى بقطعها زي ما انتم شايفين كده، طماطم على 4/4، وابتدي اقطع الطماطم بتاعتي والخيار والجزر نفس الكلام بالطريقه السهله دهيت. تمام، حلو قوي. الخيار شايفين على نصين، وببتدي ان انا ايه اقطعها كده اهوت بكل سهوله، والجزر نفس النظام. عندك بقى شويه فلفل اخضر، شويه فلفل الوان، ضيفي براحتك. السلطه دي بتحب كل حاجه، بس انا حبيت ان انا اعملها ايه بالمقادير اللي موجوده عندنا في كل بيت. تقدري تعمليها في اي وقت انت عايزاه. الجزر اهوت قطعته برده كله نفس التقطيعه، ما بغيرش التقطيع عشان كله يبقى نفس الشكل. تمام، حلو قوي. الشوي ده حاجه كده فظيعه بجد يا جماعه والله. هنا انا خلاص خلصتها. هبتدي بقى ان انا اضيف لها ايه معلقه صغيره من الكمون، عليها معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وعليها ايه بقى هنضيف الملح. لو انت هتاكليها في نفس الوقت ضيفي الملح دلوقتي على طول وخلاص. مش هتاكليها في نفس الوقت شيليها في التلاجة، ولما تيجي وقت الاكل بطلعيها من التلاجة وحطي عليها الملح على طول وخلاص. تمام، انا كده ملحتها، والسلطه ما بتحبش الملح الكتير عشان تبقى حلوه معاكي. قلبت كده بقى الخلطه الحلوه بتاعت السلطه دهيت كلها، وابتديت ان انا افضيها في طبق التقديم. وكده معايا اروع سلطه ممكن تدوقها في حياتكم. السكر بيديها طعم حلو قوي. تمام. ودي هنا شويه سلطه طحينه انا عملتها معاكم قبل كده، تحفه جدا. هنعمل بقى شويه بطاطس محمره كده اهوت عشان تبقى الوجبه كلها متكامله، سلطه مع بطاطس مع سلطه الطحينه، حاجه كده مش ممكن. البطاطس اليومين دول حلوه، بتبقى قطعيها تخين شويه بحيث ان هي تبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره. والبطاطس عشان تطلع معاكي حلوه اديها زيت محترم عشان تتحمر كويس جدا معاكي. يعني ما تحطلهاش شويه زيت قليلين وتقولي مش بتتحمر معايا، لا كتري لها الزيت، والزيت ده ممكن تستخدميه تاني في اي حاجه. تمام، اديها الزيت المحترم بتاعها عشان تطلع معاكي مقرمشه وزي الفل، تاكلي احلى بطاطس في البيت. شايفين بكل سهوله نقطعها كده بكل سهوله، هتعجبكم جدا ان شاء الله. انا قلت عقبال ما الفراخ بقى ما تتعمل والكفته والكلام ده كله، نعمل بقى ايه السلطات بتاعتنا نجهزها والبطاطس، عشان عقبال ما الفراخ واللحمه يتشووا نكون خلصنا كده ايه
الحبشتكنات كده اللي جنب الاكل دهيت. تمام. المفروض هنا انا غسلتها، عايزه تنقعيها بقى في شويه ميه وملح مفيش اي مشكله، عايزه تقليها على طول اقليها. هنا اهو تبصوا كان خلاص اهي قربوا يخلصوا. حطيت بقى ايه فحمايه على الفويل، وهبتدي انزل عليها بحوالي معلقه من الزيت. شايفين الدخنه اللي طلعت دي بقى اللي هتديني طعم الشوي. حلو قوي. البطاطس بتاعتي طلعت ورشيت عليها ده طعم كباب بشتريه من عند العطار، بيديني اكنها طعم كباب بالظبط. الفراخ بتاعتي طلعتها هي من الفرن، والفحمايه اللي انا حطيتها ادتني طعم الشوي بالظبط. تمام. وادي اللحمه كمان طلعت، رشيت على الفراخ رشه خضره عشان تديني شكل حلو. وادي اللحمه اهي طلعت وشكلها تحفه جدا. دي اللحمه العاديه الكندوز، والناحيه التانية اللحمه الضاني مع الفراخ مع البطاطس مع سلطه الخضره مع سلطه الطحينه. كله حاجه كده مش قادره اوصف لكم الجمال والريحه اللي كانت موجوده في البيت ومغرقه الدنيا. حلوه جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوا الوصفه دي وتعجبكم، وتقولي لي رايكم ايه في الكومنتات ان شاء الله. يلا بقى اعملوا لي لايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.